هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. المسلسل بتاعنا بيبدأ سنة 1948 بموردون، وهو رايح يقابل ناس من الجماعة الغامضة اللي بيلبسوا بدل دول، والمفروض انه متطوع علشان يتعمل عليه تجربة. وفعلا دخل في آلة غريبة والعالم شغلها عليه، فعملت إشعاع قوي جدا وبدأ يصرخ بصوت عالي وجسمه انفصل عن بعضه، كأنه بقى عبارة عن مجموعة مكعبات. نسيبهم بقى ونروح لعام 1988 مع كليف اللي كان سابق عصره في سباقات العربيات. وقبل ما يبدأ سباقه مراته قالت له اتمنى تعمل حادثه وتموت، وفعلا بدأ السباق وكان ماشي تمام والدنيا حلوه معاه، لحد ما مراته قررت انها تشتت انتباهه او هامته انها بتخونه مع المساعد بتاعه، ففقد التركيز وعمل حادثه فعلا، والمفروض انه مات. وهو بنفسه عرف انه مات خلاص، لكن فاق تاني وهو في واحد واقف في وشه وقال له انا اسمي دكتور نايلز، ولو سمعني حرك راسك. وكليف فعلا حرك راسه، ودكتور نايلز قال له انت تعرضت لحادث وجسمك بالكامل اتدمر، وللاسف ما عادش في امل انه يرجع سليم، بس انا عرفت اعالجك. وكليف عينه جت على التاريخ اللي متعلق، وكان سنة 1985، يعني بعد الحادثة بتاعته ب7 سنين. فاتصدم وحاول يتحرك لانه عاوز يشوف زوجته وبنته، لكن ما عرفش يتحرك. ونايلز اضطر يطفيه وسابه وقام، وبعد لحظات جت واحدة اسمها ريتا وشغلته تاني وقالت له انت المفروض ميت. لكن دكتور نايلز عرف ينقذ عقلك وركبه على الجسم ده، وحطت قدامه مراية علشان يشوف نفسه، لانهم صنعوه كإنسان آلي بعقل بشري. وكليف اتصدم وسأل دكتور نايلز انا فين، فقال له ده بيتي والمفروض دلوقتي بقى بيتك انت كمان. وكليف قال له انا ذكرياتي كلها مشتتة. ودكتور نايلز قال له لما عقلك يشتغل شوية هتبدأ تفتكر كل حاجة. وبعد كده عرفه على ده واسمه لاري ترينور، وهو شكله غريب وهقول لكم قصته كمان شوية. المهم ان لاري بقى هو اللي مسؤول عن كليف لحد ما يقدر يتعلم المشي في جسمه الجديد. وكليف حب ينكت عليه شويه وقال له انت طلعت امتى من مقبرتك الفرعونيه؟ ولاري قال له لا دمك خفيف يا. وكليف ساله انت ايه بقى قصتك؟ فقال له انا في الطبيعي طيار، وفي عام 1961 طلعت في رحله جويه. كان المفروض ان انا بختبر قدرات طياره جديده، والمفروض انها بتقدر تقرب من الفضاء، وهو اللي ترشح علشان يجربها لانه افضل طيار في الوقت ده. وهو فعلا انطلق بالطياره والوضع كان تمام لحد ما قرب من الفضاء، وفجأة لقى طاقة كهربائية غريبة ظهرت في وشه واخترقت الطيارة علشان تدخل في جسمه بالكامل، وما قدرش يقاوم ففقد الوعي. والطيارة وقعت بيه من ارتفاع عالي جدا، والنتيجة كان انفجار مرعب مستحيل انسان طبيعي يخرج منه عايش. لكن لما عربيات الانقاذ وصلت لقوا لاري واقف ومقابلهم، وهو النار ماسكة في جسمه ومشوهاه بالكامل، لكن ما ماتش. وطبعا بقى بالوضع اللي انتوا شايفينه حاليا، وهو كده بقى بطل خارق لكن مكسوف شوية ومخبي وشه. وتاني يوم وهو كليف قاعد، ريتا راحت تضيع وقتها شوية معاه، فسألها انت ايه اللي وصلك لهنا؟ فبدأت تحكي له قصتها، وهي انها كانت ممثلة مشهورة جدا في الخمسينات، والكل يعرفها وبيحبها بسبب شدة جمالها، لحد ما راحت تصور في افريقيا سنة 1955. والتصوير كان جنب بحيرة، والمفروض انها هتمشي على لوح خشبي فوق البحيرة، وفجأة الخشب اتكسر من تحتها وريتا وقعت في البحيرة، والكل وقف يتفرج عليها بدون ما يحاول يساعدها. وهي كانت لسه فايقة وحاولت تطلع، لكن في حاجة غريبة ولونها اخضر قربت منها ودخلت في مناخيرها. ولما ريتا طلعت وقفت على رجلها عادي وقالت لهم انا تمام، لكن الكل كان بيبص لها بخوف. فقالت لهم انتوا اول مره تشوفوا واحده جميله ولا ايه؟ والمساعده بتاعتها طلعت لها المرايه، فشافت نفسها ووشها كان شبه سايح، وكان لسه بيسيح على بعضه اكتر، وجسمها بالكامل بدا يحصل فيه حاجات غريبه. وبكده بقت ريتا القبيحه، وبترجع لشكلها الطبيعي لو حست بالهدوء اللي هي حاسه بيه طول ما هي موجوده في بيت دكتور نايلز. وكليف بعد فتره من التدريب على المشي بدا يشوف ذكرياته وهو بيعلم بنته تطلع السلم، واخيرا عرف يطلع السلم زي ما كان بيعلم بنته، وبكده بقى قادر يمشي. وراح لدكتور نايلز وقال له عيلتي ليها حق عليا ان لازم ارجع لهم، ولما يشوفوني يقدروا يقرروا ان كانوا هيقبلوني او لا. ونايلز قال له عاوزك الاول تسمع الكلام ده متسجل بصوتك قبل ما تموت. كليف لما سمع الكلام بدا يفتكر كل حاجه، وعقله جمع كل الذكريات صح، وهي انه ما ماتش في سباق العربيات وهو اللي طلع الاول في السباق كالعاده. ولما حب يحتفل بانتصاره ضرب المساعد بتاعه اللي ملوش اي ذنب، وكان ضحيه لزوجة كليف لانها اقنعت كليف انها بتخونه مع المساعد اللي تقريبا مات خلاص. وكليف قرر انه ينفصل عن زوجته كمان لانها المفروض بتخونه. بس بعد فتره من العيشه البائسه اتصل بزوجته تاني علشان يسيب لها رساله مسجله، لكن ردت عليه وكانت مبسوطه باتصاله ووافقت ترجع له. ففرح جدا وراح ياخدها هي وبنته علشان تعيش معاه. لكن الحلو ما بيكملش، لان كليف عمل حادثه، ودي بقى اللي تسببت له في اللي هو بقى فيه. وكليف لما افتكر ذكرياته انهار، ودكتور نايلز
قال له للاسف انت الناجي الوحيد من الحادثه. فاتعصب وبدا يدمر في اي حاجه بتقابله، لكن في النهايه اتقبل الوضع اللي بقى عايشه وحياته بقت عادي خالص من سنه 1996. وبدات السنين تفوت عليه وهو عايش في بيت نايلز مع ريتا ولاري لحد ما وصلوا لسنه 2019. وفي 2019 انضم لهم واحده جديده خارقه للطبيعه برضو، ودي بقى عندها انفصام في الشخصيه، والشخصيات اللي جواها عددهم 64 شخصيه، وكل شخصيه منهم عندها قدرتها الخارقه، وطبعا برضو عندها 64 اسم لكل شخصيه. بس علشان ما نتلخبطش هنسميها جين، وده كان اسهل اسم بصراحه. ولما فات على الاربعه فتره طويله وهم عايشين مع بعض، دكتور نايلز قال لهم انا هضطر اسيبكم واروح لرحله بسيطه هتاخد مني كام يوم وهرجع، واهم حاجه ما تخرجوش من القصر نهائي. ولما مشي اول حاجه فكروا فيها انهم يخرجوا من القصر، وبصراحه الفكره كانت بتاعت جين والكل رفض يخرج معاها، لكن عرفت تقنعهم. ولما وصلوا لاقرب مدينه، ريتا نزلت وهي فرحانه لانها بقالها سنين طويله ما اختلطتش مع اي بشر، ودخلت لمطعم، وجين وكليف بداوا ياخدوا جوله في الشارع مع بعض، والناس كلهم كانوا بيبصوا ليهم باستغراب. والموظفه بتاعت المطعم قالت لريتا انت شبه ممثله في الخمسينات، والممثله دي اسمها ريتا وانا بحبها جدا مع اني ما حبيتش اي ممثله قبل كده. وريتا طلبت منها تتكلم اكتر عن الممثله دي لانها فرحت ان ليها ناس بتحبها لحد دلوقتي. ولاري كان متردد ينزل من الباص، لكن نزل ودخل لبار علشان يشرب اي حاجه، يعني عايز يرطب على مراوح قلبه بمناسبه انه طيار. والموظفه لسه ما تعرفش انها قاعده مع ريتا اصلا، ولسه بتكلم ريتا عنها، وقالت لها ابويا قال لي ان ريتا اختفت في فتره الخمسينات وكانت بتصور فيلم، والمخرج طردها منه لان الكل بعد عنها لانها بقت بتصور افلام اباحيه. وريتا اتصدمت لان الكلام ده اهانه وظلم ليها، وصدمتها اثرت على وشها وجسمها بدا يسيح تاني. وطبعا هي كانت اختفت بسبب الحادثه اللي حصلت لها، مش لانها بتصور حاجه يعني. وجين قالت لكليف انت ليه ما بتتصلش ببنتك؟ فقال لها بنتي ميته. فقالت له مين قال لك كده؟ فقال لها هي ميته، انا متاكد من كده. لكن جين قالت له كل اخبارك على الانترنت وعارفه ان انت المفروض مت في حادثه عربيه، وزوجتك راسها طارت، وبنتك كلير هي الناجيه الوحيده لانها كانت قصيره. فقال لها كلامك غلط. ولما حبت تجيب له المعلومات كسر لها التليفون لانه مش عايز يعرف الحقيقه. وريتا لسه جسمها بيسيح منها وما بقتش قادره تسيطر عليه، وبدات تكبر لحد ما ملت المكان بالكامل، وبقت بتمشي وهي شكلها غريب ومش باين لها ملامح. ولاريس لما شافها ماشيه كده اتوتر، والطاقه اللي في جسمه طلعت منه وهو اغمى عليه، والطاقه بدات تدمر في المكان. وجين كانت عاوزه توقف ريتا فتحولت لبطله ناريه، لكن كليف قال لها لا انت كده مش هتساعديها، انا هتصرف. وراح بسرعه وقف قدامها ورفع الاسفل، وكانت هي دي خطته علشان يوقفها، وهي فعلا وقفت وراسها بقت جنبه. وقالت له انا عاوزه ارجع للبيت. وفعلا رجعوا للبيت وبداوا يشوفوا كل القنوات التلفزيونيه وهي بتتكلم عنهم، وكمان كانت مصوراهم. ودكتور نايلز شاف اللي حصل فرجع، بس شاف حاجه في الطريق خوفته، وراح للجماعه دول وقال لهم انتوا دمرتوا كل حاجه. وكان خايف لان اعدائه اللي بيحاول يهرب منهم بقاله سنين كده خلاص عرفوا مكانه بسبب اللي الجماعه دول عملوه، وعشان كده قال لهم احنا لازم نسيب القصر ده ونروح نعيش في اي مكان تاني، ده لو حابين ان احنا ما نموتش كلنا. وكليف قال بما ان في خطر جاي لازم نبقى موجودين علشان نحمي المدينه وسكانها، لكن محدش وافق على كلامه، وكلهم مشيوا مع دكتور نايلز وسابوا كليف وراه، وده لان ده اختياره. وجين رجعت في كلامها وقالت انا مش مقتنعه ان ممكن اتخلى عن كليف، وسالت الباقي عن رايهم، وكلهم وافقوا يرجعوا له تاني. ورجعوا له واتجمعوا مع بعض في شكل جميل علشان يحاربوا الشر، لكن الشر كان وراهم وموجود في الباص اللي نايلز موجود فيه. والشر ده اسمه موردون، لو تفتكروا هو نفس الشخص اللي اتعمل عليه تجارب في اول الحلقه وبقى بطل خارق، وكاره لدكتور نايلز ونفسه ينتقم منه باي طريقه لانه هو اللي حوله للكائن ده، وقال له عاوزك تشوفني وانا بقتل المسوخ اللي انت صنعتهم. ومن الواضح انه قوي جدا لانه بكل بساطه عمل دوامه غريبه في الارض قدام الفريق الخارق، وكانت بتكبر وبتبلع اي حاجه بتقابلها، وسحبت ناس كتير جدا جواها لدرجه انها تقريبا سحبت المدينه بالكامل. وجين لقت الباص اللي دكتور نايلز فيه بيتسحب هو كمان للحفره، وحاولت تمسك الباص بكل قوتها، لكن الموضوع كان صعب جدا عليها والباص طار ونزل في الحفره. وجين اتعصبت وقررت تنط في الحفره ورا الباص، وفعلا عملت كده. واول ما نزلت الحفره اتقفلت وراها، وكليف ما بقاش عارف يتصرف ازاي او يعمل ايه. ودي واحده في مكان تاني خالص ومتثبته بسلاح من حرامي، وقال لها اسحبي لي كل الفلوس اللي في حسابك. ولما راحت تسحب الفلوس لقت مكنه الاي تي ام بتكلمها وبتسالها لو الشخص اللي وراها حرامي، فاستغربت وقالت للحرامي المكنه عاوزه تتكلم معاك. ولما قرب منها طلعت له فلوس كتير، وفجاه في واحد ظهر وضرب صاحب الحرامي، والحرامي خاف لكن ملحقش لان الشخص ده وصل له وعمل معاه الغلط بكل بساطه. والبنت لما شافت الشخص ده
ده اتعرفت عليه لانه يبقى البطل الخارق اللي كلنا نعرفه سايبورغ. واللي ما يعرفش مين ده هتلاقيه في سلسله افلام جاستس ليج، وهحط لك لينك الملخص بتاعها في الوصف. ولاري قرر انه يسيب المدينه ويبعد لابعد مكان ممكن يروح له، ولما الباص اللي هيمشي فيه وصل الطاقه اللي في جسمه طلعت فاغمى عليه لحد ما الباص فاته. ونفس الوضع حصل معاه في كل مره كان بيحاول يسيب المدينه، ومن الواضح ان الكيان اللي عايش في جسمه ما كانش حابب انه يسيب المدينه خالص. ولما لاري فقد الامل اضطر يرجع تاني لقصر دكتور نايلز، وكليف بيجري ورا الحمار ده بقاله يوم كامل، وكان بيحاول يمسكه باي طريقه لانه ليه علاقه بالبطل الخارق اللي خطف دكتور نايلز. بس لما اليوم خلص سايبورغ وصل ومسك الحمار وقال لكليف انت ليه بتجري وراه؟ وكليف قال له انت مالك؟ وسايبورغ قال له انا هنا علشان حسيت ان دكتور نايلز في خطر. وفجاه وهما بيتكلموا الحمار عمل صوت غريب وتف جين من بقه، وكليف عرف ان كل اللي اتسحب من المدينه اكيد موجود في بطن الحمار. لكن قعد مع جين وحاول يقنعها تقول لهم هي شافت ايه في بطن الحمار، لكن للاسف اللي قدامهم دي ما كانتش شخصيه جين، وكانت واحده من وسايبورغ قعد مع شخصيه من شخصيات جين وحاول يطلع منها باي معلومه بالحب. فقالت له انا ما اعرفش حاجه لان كيتي هي اللي شافت كل حاجه. فقال لها طب هاتي كيتي اكلمها. فقالت له بس دي ما حدش بيحبها وانا حبسها تحت بطن الارض. لكن هو كان واثق من نفسه وقال لها انا هحبها عادي. فقالت له انت اللي طلب. واول ما اتحولت لشخصيه كيتي قلبت لانسانه شريره وما عندهاش تفاهم، وكانت هتقتل سايبورغ خالص. وسايبورغ كان هيدخل معاها في معركه لكن كليف وصل وقال له ما تاذيهاش لان دي مهما كان لسه جين. وجين اتحولت لشخصيه تانية خالص وعندها قدرات كهرباء، وكهربت الاتنين دول بدون تفاهم. وبعد كده بصت لكليف وبدات تطلع عليه كل قدراتها الخارقه اللي موجوده في كل شخصياتها الخارقه. كان في عندها قدره عجبتني انها لما بتتكلم بتحول الكلام لاداه حاده بتقتل بيها اي حد عايزها. ما اعرفش بتعمل كده ازاي بس يعني قدرات خارقه كتير. بس في النهايه سايبورغ غفلها وحبسها في غرفه مصنوعه مخصوصه علشانها وقفل عليها. ولما حبسوها نزلوا علشان يفحصوا الحمار ويشوفوا لو في اي فتحات من اي مكان او تفسير منطقي لانه يبقى بلع مدينه كامله. وعلشان يعرفوا هو جواه ايه طلبوا من ريتا انها تاخد شكلها الغريب علشان يعصروها جوه بق الحمار وتحاول تشوف لهم هو جواه ايه. وكانت في البدايه قرفانه ويعني حاجه كده مقززه، بس وافقت على القرف ده بعد عناء. وفعلا بقت ماشيه في بطنه لحد ما قالت لهم انها شافت كل حاجه جوه. وفجاه هي كمان اتسحبت لجوه، والسايبورغ لما حاول يمد ايده علشان يسحبها اتسحب هو كمان ومعاه لاري. وهم كده بقوا جوه معده الحمار ولقوا نفسهم بقوا في عالم غريب جوه بطن حمار، وكل اللي ميتين في بطن الحمار متعلق لهم صور علشان ارواحهم تفضل محبوسه جوه. والثلاثه لقوا سماعات فخدوهم، ولما لبسوهم سمعوا صوت موردون البطل الشرير بيكلمهم وبدا يلعب في عقولهم ومسكهم واحد ورا التاني، وكان بيخلي كل واحد منهم يعتقد ان حياته مشيت بالشكل المثالي وما حصلوش اي حادثه تحوله لبطل خارق. وكان كل هدفه انه يشتت عقولهم، وهو فعلا نجح في كده لانهم كانوا خلاص بقوا انهاروا وبقوا ضحيه ليه. لحد ما الكيان الكهربائي اللي في جسم لاري اتدخل ودمر كل الصور اللي حابسه ارواح الناس في بطن الحمار. وبعد كده راح يحرر لاري واصحابه، وموردون قال لهم حظكم ان في حد هيحرركم كلكم وينقذكم من عذابكم البطيء، لكن اعرفوا ان كلكم تحت رحمتي. وكلهم خرجوا من بطن الحمار ومش لوحدهم لان كل حاجه خرجت، والحمار انفجر وبقى 100 حته، وكل حاجه في المدينه رجعت لطبيعتها. والكيان دخل لجسم لاري تاني ففاق، والثلاثه اللي خرجوا كلهم دم. كانوا بطن حمار طبيعي يبقى كلهم دم. وسايبورغ قال للاري اشكر لنا الكيان اللي جواك لانه انقذنا. وكليف لما لقى جين رجعت خرجها من الغرفه وخرجوا يشوفوا ايه اللي حصل. ولما شافتهم قالت لهم انا كنت عارفه ان ده فخ وكنت عاوزه اقول لكم ان الحمار فخ مش اكتر. وكليف سالهم عن دكتور نايلز فقالوا له كل اللي نعرفه انه لسه عايش واللي خطفه مسمي نفسه لا احد ومش هنسيبه الا لما ننتقم منه. لكن ابو سايبورغ وصل وخده وقال له كل اللي بيحصل ده ما يخصكش وانا بجهزك عشان تبقى بطل خارق عالمي. وسايبورغ قال لابوه نايلز محتاجني ومش هتخلى عنه وسابه ومشي. وابوه قال له لو رجعت هزود قوتك وهرقيك علشان تبقى اقوى من القدرات اللي عندك بمراحل. وسايبورغ قال له مش عاوز غير يومين انقذ فيهم نايلز وهرجع لك. ولاري دخل لغرفته والاول مره يقلع اللي على وشه وبص في المرايه علشان يكلم الكيان اللي جواه وشكره، وبعد كده كتب له رساله وسابها وراح نام على السرير. والكيان وصل وشاف الرساله ومكتوب فيها انهم محتاجين يحطوا بعض القواعد الاساسيه. وجين في غرفتها بترسم رسمه لسايبورغ وهو شايل دكتور نايلز وبيحاول يهرب بيه من حاجه. ولحد هنا الحلقتين الاولانيين خلصوا، ولو حابين نكمل المسلسل ده ما تنسوش اللايك علشان تدعموه انه يشتغل. ويلا بينا نبدأ الفيلم التاني. فيلمنا بيبدأ ببنت صغيرة وشعرها أزرق، ودي هتكون ناتاشا. وناتاشا بقى فرد من عيلة متكونة من 4 أفراد، أختها يلينا وأمها ميلينا. دي بليه
ودي بالميم، وابوهم بقى إريكسي، وكانوا عايشين مبسوطين. لكن الانبساط مش كل يوم، لان إريكسي دخل عليهم وقال لامهم ميرينا احنا لازم نتحرك من مكاننا حالا لان حياتنا في خطر. فخدت عيالها في العربيه واتحركوا بسرعه لحد ما وصلوا المزرعه تبعهم، وكان فيها طياره، وميرينا خدت بناتها وركبوا الطياره بسرعه، وإريكسي وقف بره عشان يحرسهم. وكان في قدام الطياره عربيه تقيله شويتين، وإريكسي شالها وكانه بيحرك علبه سجاير كده، وده طبعا معناه انه عنده قدرات بطل خارق. هو ده بقى البطل الخارق بتاع الغلابه. وفعلا في شرطه هجمت عليهم وهو حاول يعطلها، والطياره اتحركت وفضلوا يضربوا على بعض نار وجري وراهم، لكن الطياره كانت اسرع منه وفضل يجري وراهم لحد ما حصلهم وركب على الجناح. بس للاسف ميرينا اتصابت في كتفها وطلبت من ناتاشا تساعدها وعرفتها تطلع بالطياره ازاي، وفعلا عرفوا يهربوا على اخر لحظه لحد ما وصلوا تاني يوم لمكان جميل كده. ولما شفته بصراحه انا حنيت للمصيف. المهم المكان ده في كوبا، وفي شويه عساكر جيش كانوا في انتظارهم وخدوا ميرينا عشان يعالجوها، وبناتها قعدوا جنبها. وإريكسي قابل قائد الليله دي اللي اسمه دريكوف، والقائد قال له اخيرا الحارس الاحمر وصل ونجح في مهمته. وبعدها ساله ها جبت المصلحه؟ قال له طبعا يا كبير، واداله شريط كده، وكمان دمر مكان اسمه المعهد الشمالي، وتقريبا دي كانت مهمته. والعساكر خدوا ميرينا ومشوا، وبعدها حاولوا ياخدوا ناتاشا واختها، لكن سرقت مسدس وهددتهم بيه لحد ما ابوها قال لها سيب المسدس، وفضل يكلمها شويه لحد ما العساكر خدروهم وخدوهم. وهنعرف هنا انهم ما كانوش ولاده ولا ميرينا كانت مراته، وكل دول تبع دريكوف، وكانوا رايحين يعملوا مهمه وخلص. ودريكوف بقى بياخد البنات دي وهم اطفال عشان يعملهم جنود ليه، ده غير اطفال تانية كتير وكلهم بنات. ما علينا. نروح بقى بعد 21 سنه لناتاشا بعد ما كبرت وبقت عروسه وبتغسل وشها، وشافت في تليفونها قوه كبيره من المباحث الفيدراليه بتهجم عليها تحت رئاسه الوزير روس، واصلا هم بيحاولوا يقبضوا عليها بعد ما خالفت القوانين وساعدت كابتن امريكا، والموضوع باظ منهم وفجروا مبنى بالغلط اللي مات فيه ملك واكاندا. وروس بيقول لهم انا عاوزه تكون عبره لمن يعتبر، لكن هي كانت شايفه اللي بيحصل في تليفونها واتصلت بيه قالت له ما تحركش نفسك وتحاول تقبض عليا كتير. فقال لها وانا اللي مفكرك بتتصل بيا عشان تعملي معايا صفقه، لاني خلاص قربت اقبض عليك زي ما قبضت على بارتون وويلسون والبتاع اللي بتقولوا عليه انتي مان، ويقصد اللي هم الجماعه بتوع اعضاء الافنجرز. وبيقول لها كمان قربت اقبض على كابتن امريكا زيك. فقالت له ورينا شطارتك، وقفلت التليفون. ولما هجموا ما لقوش حاجه لانها كانت في مركب في البحر وسايبه جهاز التتبع بتاعها في مكان تاني، وكمان رمت تليفونها من المركب. وبعدها هنشوف إيرينا كبرت وقاعده على سطح الواد حماده بتراقب واحده تانية في بيت ابو حماده، واتفقت هي واصحابها انهم هيقتلوها هي وابو حماده بعد ما يعدوا للثلاثه، لكن البنت شافتهم وخلعت وكان معاها حاجه هم عاوزينها. وإيرينا نزلت وراحت وراها وضربوا بعض حبه، وكانت نهايه الضرب ده ان إيرينا اللي كانت فوق سطح الواد حماده ضربت البنت اللي كانت في بيت ابو حماده، وكمان غزتها بالسكينه. لكن قبل ما تموت بخت في وشها غاز احمر، لما شمته تحس ان عليها رجع لها واتصدمت من اللي عملته، لانها تقريبا كده قتلت صاحبتها. وصاحبتها ادتها انابيب من الغاز الاحمر ده وقالت لها خلي البنات التانية تشموا عشان يرجعوا لطبيعتهم. وصاحبه إيرينا بتكلمها وتسالها ها ايه الاخبار، لكن ما ردتش عليها. وبعدها جرحت نفسها في رجلها وشالت جهاز التتبع منها وهربت. والبنت صاحبتها اتصلت بدريكوف وقالت له ان إيرينا هربت وامرهم يقتلوها. والبتاع اللي تحس انها انسان آلي دي بتتفرج على فيديوهات ناتاشا وهي بتحارب عشان تحفظ حركاتها. وناتاشا وصلت بيت متحرك الراجل صاحبها ده جابه لها عشان تعيش فيه بعيد عن جو القتل والناس اللي عاوزه تقبض عليها والقرف ده كله. وقال لها ان البيت ده شغال بالبنزين، وقبل ما يمشي قال لها انه ساب البريد اللي كان جاي لها جنب الباب، وهي خدته وراحت حطته في شنطه العربيه. وبالليل وهي قاعده في حالها الكهرباء قطعت عليها، فخدت جيركن عشان تعبيه بنزين وماشيه في طريقها وبتسمع اغاني وحالتها زي الفل. لكن اول ما طلعت على الطريق السريع اتبقلشت، وتحس ان اللي بقلشها ده كان عارف انها هتطلع في الوقت ده. مين بقى اللي نفخها يا جدعان؟ البت اللي تحس انها انسان الف نفسها كده. وناتاشا قالت لها انت مين يا وليه، لان متاكده ان روس ملوش اي صلاحيات هنا. لكن البنت كانت بتحاربها في صمت وما ردتش عليها، ولانها كانت بتتفرج على ناتاشا وهي بتحارب فكانت بتتحرك شبهها. لكن بعد كده جالها امر في الشاشه بتاعتها ان الاولويه للشنطه اللي كانت مع ناتاشا. ولما راحت تاخد الشنطه ناتاشا طبعا مش هتسيبها، وحصل بينهم شويه طحن كان نهايته ان البت دي خدت الشنطه وطيرت ناتاشا من فوق الكوبري. ولما فتحت الشنطه لقيتها فاضيه. يا بت انت مهما كنت بتاع ده ناتاشا برضه هي ابو البتاتيع، مش دي اللي تتغفل ياما. ولا يا جدعان ايه رايكم في الكلام ده؟ احنا جامدين قوي. ولما ناتاشا طلعت من البحر شافت اللي معاها ده طلع الغاز الاحمر وفي صوره اختها، فعرفت ان اختها اللي بعتته لها في البريد. فاتحركت عشان تروح للعنوان اللي كان مكتوب على الصوره لحد ما قابلت اختها وقالت لها انت ليه بعتي لي ده؟ يا نهار اسود على الغباء، انت جبتيها هنا تاني معاكي؟ وناتاشا سالتها طب هو ايه وظيفته؟ فقالت لها بيخلي المخ متحصن ضد اي حد بيفكر يلعب فيه او يتحكم فيه. وقالت لها الافضل ليا انا وانت انك تخبيه مع اي حد من اصحابك بتوع الافنجرز زي توني ستارك مثلا. فقالت لها للاسف الافنجرز اتفرقوا وقطعت علاقتي بيهم. وقع عليهم سقف الجامعه وهم بيصلوا جنازه على سيد ابو مسعود، وهجم عليهم شويه نسوان ابطال خارقين حارقين ومحدش مالي عينهم في اليابان ولا حتى في الصين، ودول اللي المفروض انهم كانوا اصحاب إيرينا، ودريكوف هو اللي بيتحكم فيهم. وناتاشا وإيرينا عرفوا يهربوا من البيت، لكن في واحده حلفت انها مش هتسيبهم وراحت وراهم. ولما قربت من ناتاشا البنت كانت هتقع وتموت، لكن ناتاشا مسكتها. لكن البنت كانت يعني مش لطيفه ومش متعاونه، فضربت ناتاشا بالسكين. فطبعا يعني اضطرت تسيبها والبنت وقعت وماتت، يعني اللي هو يعني يلعن ابو الغباوه دي بتنقذك وانت ايه اللي تعتبر قتلت نفسك. وبعدها ناتاشا وقعت وراها على الارض
واللي هو ايه قعدت تتخبط شويه تخبيط كده لحد ما وصلت للارض، لكن ما حصلهاش حاجه، وراحت تنقذ البنت. لكن دريكوف شغل حاجه كده اللي هو ايه دي ما عادش ليها لازمه عشان اتصابت، والحاجه اللي هو شغلها دي كانت يعني ايه هتقتل البنت. والبنت قبل ما تموت قالت لناتاشا انا مش عاوزه اعمل كده بس هو بيجبرني، ومن بعدها ماتت. وإيرينا قالت لها ان هو ده بقى الغاز اللي بيقدر يحررهم، وهربوا. لكن في طريقهم لقوا مدرعه بتجري وراهم، فخدوا عربيه من واحد في الشارع وكملوا هروب بيها لحد ما البتاعه دي ضربتهم بسهم متفجر في العربيه وطارت لحد ما دخلت محطه مترو. وسبحان الله يعني لسه ما ماتوش وكملوا هروبهم. والبتاعه دي مشيت ورا الدم اللي نازل منهم، لكن هم غفلوها بيه اللي هو يعني ايه سابوا الدم ماشي في حته وهم استخبوا في مكان تاني. وناتاشا بتسال إيرينا ايه البتاعه اللي بتجري وراهم دي، فقالت لها ده مشروع دريكوف الخاص، وعملوا عنده قدرات انه يقلد اي حد شافه، يعني اللي هو كانك بتحاربي نفسك في المرايه. وإيرينا سالتها انت ليه ما اتكلمتيش خالص عن بنت دريكوف اللي قتلتيها؟ وناتاشا قالت لها كنت مضطره اقتلها لاني كنت محتاجاها تعرفني مكانه، وكان وجودها مهم عشان نتاكد ان دريكوف موجود في مكتبه قبل ما نفجره. وهنعرف هنا ان ناتاشا حاولت تقتل دريكوف وكان عندها شك انها قتلته، بس طبعا يعني الشك ده كله راح لحد ما عرفت اللي بيحصل ده. وقالت لها ان بنت دريكوف ما هي الا اضرار جانبيه، بس يعني هي كان شكلها حزين عليها يعني. وبالليل قعدوا مع بعض كده في لحظه صفاء وقرروا يوصلوا للغرفه الحمراء اللي هي مقر دريكوف اللي العالم كله مش عارف يوصل له، وكمان عايزين يقتلوه. وإيرينا قالت لها شكلها مهمه صعبه بس عادي ادينا بنتسلى، الحياه بدون قتل ممله قوي يا اختي. وسرقوا عربيه وبداوا الكفاح للوصول لرقبه دريكوف، وكانوا محتاجين يوصلوا لأليكسي اللي هو المفروض انه كان ابوهم، لانه تقريبا يعرف مكان الغرفه الحمراء. بس كان في مشكله بسيطه لان ابوهم كان محبوس وهيهربوه من السجن. وناتاشا كلمت صاحبها جاب لها طياره ومعرفش بيجيب لها الحاجات دي منين، والله تحس انه حاططها في جيبه. وخدوها واتحركوا عشان يهربوا أليكسي اللي كان عمال ينصب على المساجين ويقول لهم انه صاحب كابتن امريكا. وجاله رساله في السجن عباره عن لعبه بشخصيه الحارس الاحمر اللي هو شخصيته هو يعني، وكان فيها سماعه ما كانتش باينه قوي بس هو شافها. ولما حطها في ودنه لقى ناتاشا بتقول له ده يوم حظك النهارده، وإيرينا هكرت نظام السجن وفتحوا له البيبان وقالت له اهرب يلا دلوقتي واحنا هنستناك بره. والناس كلها شافته وهو بيهرب وجريوا وراه، وطبعا راح وراهم الامن وطلعوا بداوا يقتلوا في المساجين. ولما ما عرفوش يوصلوا له ناتاشا نزلت تساعده ونطت في وسط العساكر بالحركه الاسطوريه بتاعتها دي. ومش هقول لكم يعني عملت فيهم ايه لان انتوا اكيد عارفين هي عملت فيهم ايه. وفي واحد بدأ يضرب على الطيارة بمتعدد وكان هيوقعها، لكن إيرينا حطت الطيارة على القيادة الذاتية وضربته بمدفع جابت أجل. وطبعا جابت أجل كل المساجين لأن الانفجار عمل انهيار تلجي، وعلى آخر لحظة عرفت تاخد أختها وإليكسي وتخلع. ولما هربوا واطمنوا إنهم خلاص هربوا يعني سألوه عن مكان الغرفة الحمراء، لكن طلع ما يعرفش لأن دريكوف حبسه بعد ما خلص المهمة بتاعته الأخيرة. وإيرينا قالت لها نرميه بقى دلوقتي من الطيارة ولا إيه؟ فناتاشا قالت لها لا اصبري لما نوصل ارتفاع أعلى شوية عشان يعني إيه نطمن إنه مش هيبقى في حتة سليمة. مبسوطين مني صح؟ فقال لهم انتوا بتسالوا ليه؟ اسالوا ميرينا. وكان يقصد امهم. فقالوا له ان احنا فكرناها ماتت، فقال لهم لا عايشه، لان صعب الواحد يقتل واحده زي دي وخاصه لانها كانت اقرب واحده لدريكوف. وناتاشا سالته على مكانها وقال لها والمفروض ان الطياره بعدها وقعت عشان ما فيش فيها بنزين، فاضطروا يكملوا طريقهم ماشي. ولما قربوا من بيتها جالها انذار وجابت قناصه اطول منها واستخدمت المنظار بتاعها وشافت مين اللي دخل عليها. ولما شافتهم فرحت بيهم واستقبلتهم في بيتها. واليكس دخل لبس بدله البطل الخارق بتاعته بالعافيه وخرج يقول لهم لسه على مقاس. وقعدوا يتكلموا شويه عن العيله ويراجعوا الذكريات. وإيرينا زعلت وسابتهم ودخلت اوضتها. واليكس دخل وراها عشان يصالحها. وناتاشا حاولت ترجع الذكريات مع امها المزيفه ميرينا وسالتها عن امها الحقيقيه. وميرينا قالت لها امك الحقيقيه بعتك لدريكوف وبعد كده حاولت ترجعك، لكن دريكوف قتلها عشان ايه يعني يخلص منها، لانها لو كانت فضلت عايشه كانت هتفضح امر للغرفه الحمراء. وبعدها قالت لها انها بلغت الغرفه الحمراء وقربوا يوصلوا. وفعلا الكهرباء قطعت والطيارات والعساكر حاطوهم من كل ناحيه. وفجاه في سهم مخدر اتضرب على ليكس وقعد يضحك وقال لهم مفكرين سهم واحد هيأثر فيا. وبعدها خزوقوه بشويه سهوم. وإيرينا اللي هي باليه خرجت تعمل اي حاجه، لكن ميرينا اللي هي بالميم اللي هي امها كهربتها واغمى عليها. ومن الواضح انها مكهربه ناتاشا برضه وسلمتهم لنسوان دريكوف لانه ما بيشتغلش غير نسوان. وطلع دريكوف بقى عامل الغرفه الحمراء بتاعته دي في السماء ومستخبيه في السحاب اللي هو يعني ايه عشان كده محدش عارف يوصل لمكانه. ها ابن الصيعه. المهم وعنده جوه شويه نسوان بتتدرب على القتال. وميرينا طلعت لدريكوف في مكتبه وقال لها الموضوع الغاز ده يعني ايه خانقني، عايزه اتخلص من حوار الغاز اللي بيفوقهم ده. وقال لها هديك انت المهمه دي تخلصيني منها. وحاولت تعترض لكن مفيش بايدها حاجه لان هو مسيطر عليهم سيطره تامه يعني. وفي المختبرات بتاعتهم كانوا ناويين يشقوا راس يلينا عشان يفهموا الغاز الاحمر ده ازاي بيفوقهم وازاي يعني بيخرجهم من الغيبوبه اللي هم فيها. وكانوا حابسين إليكسي وناتاشا جنب بعض. ودريكوف اكتشف ان اللي قاعده معاه ناتاشا وطبعا اللي محبوس مكانها ميرينا. وميرينا فتحت باب السجن ليها والإليكسي فسالها عملت كده ازاي وقالت له انا اللي صممت السجن ده بنفسي. وبعدها شالت القناع اللي هو بشكل وش ناتاشا. وكمان كانوا بيستخدموا سماعات عشان يعرفوا يتواصلوا مع بعض. وكلمت إيرينا وقالت لها انا حاطه لك موس تحت حزامك استخدميه عشان تخرجي من عندي. وفعلا خرجت من مكانها. وناتاشا سالت دريكوف عن اسم امها وقال لها مش فاكر بس تقريبا انا دفنتها تحت شجره ومش عارف اي حاجه اكتر من كده. وبعدها قال لها شكرا على اللي عملتيه في بنتي لانك خليتيني صنعت احسن اسلحتي. ودي طبعا بنته لانها كانت بين الحياه والموت فحولها لآلة قتل. وبعدها امر بنته تخلص على ميرينا وإيرينا واليكسي
ليكسي، وبعد ما مشيت ناتاشا هددته بالسلاح وقالت له انت حمار عشان سبتني معاك بدون حراسه، وده طبعا لاني هقتلك، فقال لها حاولي لكن ما عرفتش، وفضلت تضغط على السلاح كده بالجامد، بس يعني ايه من الواضح كده انها مفيش استحاله انها تعرف تاذيه. فمسك السلاح وضرب منه وقال لها ايه ده شغال اهو، بس انت اللي شكلك عطلان. فحاولت تقتله بالسكينه وبرده ما عرفتش، اللي هو ايه ايدها بتقف قبل ما بتوصل له، فخد منها السكينه وقال لها انت كده وقعتي في مشكله يا بطل، وسالته انت ازاي بتتحكم فيها، فقال لها لا انا لحد دلوقتي لسه ما بتحكمش فيك، بس هتحكم فيك يعني ايه قدام، انما اللي بيحصل دلوقتي هي حاجه انا زارعها فيكم من وانتوا اطفال، يعني ايه تحسبا لو اي حد فيكم حاول يقتلني، وهي طبعا ان لو حد فيكم شم ريحتي ما يعرفش يعمل اي اعمال عنف ناحيتي، ما هو طبيعي يعني انا بقيت راجل رجل بره ورجل جوه ومش هقدر عليكم، لازم احمي نفسي. والبت دي وصلت لليكسي ودخلوا في معركه مع بعض، وميلينا راحت لاجهزه التحكم بتاعه الطياره واديتها امر هبوط عشان لما ينزلوا يسلموا دريكوف للشرطه، لكن شافها في الكاميرات وداس على زرار واحد في التاب بتاعه اللي هو ايه لغى امر الهبوط وكمان عمل اغلاق تام للمكان. وناتاشا بدات تستفزه بالكلام فضربها، فقالت له ايه ده انت ايدك ناعمه قوي، فضربها تاني وفضلت تستفزه لحد ما فتح مكتبه وحط الخاتم بتاعه على جهاز كده وفتح قدامه شاشه كبيره، اللي هو يعني ايه بيفتخر باعماله، اللي هو كان بيحاول يوريها كميه البنات اللي بيخدموه وتحت امره في العالم، وبيقول لها انه يقدر يوقع اي حكام هو عايز يوقعهم بالبنات دول، وبيقول لها كمان انا ممكن بامر واحد اوقع سوق الاسهم الماليه والنفطيه، وكمان بامر واحد اقدر اخلي ربع الكوكب يعانوا من المجاعات، وكل ده بالنسوان بتاعتي. فسالته كل ده من وحده التحكم الصغيره بتاعتك دي، فقال لها اه، فقالت له شكرا على تعاونك معنا، وده طبعا لان ميلينا قبل ما تسلمهم قالت لها ازاي تتخلص من قفل الريحه ده، وده عن طريق انها هتقطع عصب في مناخيرها، وهي فعلا عملت كده، لكن هو عمل استدعاء بسرعه لكل النسوان بتاعته، وفي حراس كتير كانوا هيقتلوا ميلينا لكن ضربت صاروخ فجرت محرك من المحركات بتاعه الطياره عشان تهبط بقى، اللي هو ايه هبوط اضطراري مش بكيف. والبت دي فشخت ليكسي لحد ما ميلينا وصلت له وحبستها في السجن اللي كانوا محبوسين فيه، يعني بذمتكم ده شكل بطل خارق. وبعد ما ناتاشا مسكت البتاع ده اتسلت بيه شويه ونزل عزقزت عليه لب، كانت هتقتله خلاص، لكن النسوان وصلوا ولحقوه، فخرج وهو واثق من نفسه كده ومظبط بدلته، قال لهم عذبوها قبل ما تقتلوها، يلا اللي بتتحمى بالنسوان الجامده دي. وحصلت بينهم معركه حلوه وحبه ضرب ولخبطه وخرشمه، وفي الاخر كهربت كام واحده من جهاز كده في ايدها، وده لانها ما كانتش محتاجه تقتل حد، لكن قاموا تاني وطحنوها وكانوا هيقتلوها وعاملين عليها حفله، لكن اختها وصلت في الوقت المناسب ورمت في وسطهم الغاز الاحمر ده وكلهم شموه فاقوا، وسالوا ناتاشا نعمل ايه، قالت لهم نبعد بس عن هنا وبعدين نتفاهم، فخرجوا يجروا. ودريكوف بيهرب من الطياره قبل ما تنفجر، لكن اكتشف ان الخاتم بتاعه مش معاه، وده لان ناتاشا خدته واستخدمته وعملت تحميل لكل اسامي وصور البنات اللي تحت تصرفه، وكمان خدت كام عبوه من الغاز الاحمر وهربت، وفي طريقها شافت بنت دريكوف محبوسه، فقالت لها انا هفتح لك الباب عشان تعيشي، وعارفه انك هتحاولي تقتليني بس مش مشكله، وفتحت لها الباب والمكان انفجر، وناتاشا كانت هتقع لكن لحقت نفسها، ودريكوف ركب طيارته مع حراسه عشان يهرب، ويلينا راحت وراه ونطت فوق الطياره وضربت المروحه بتاعتها، والطياره انفجرت وكل اللي فيها مات، ويلينا وقعت، وناتاشا خدت الباراشوت ونطت وراها ومشيت في الهواء حبه، وخدت اختها بالحضن ولبستها الباراشوت ونزلوا بيه، لكن البتاعه دي نزلت وراهم وكانت عاوزه تقتل ناتاشا، لكن ناتاشا سابت السلاح وقالت لها انا مش عاوزه اقتلك، بس دي كانت مصممه برضه، فناتاشا نطت فوقها وفتحت خوذتها عشان تخليها تشم الغاز ورجعتها لطبيعتها، وناتاشا راحت ودعت اختها وامها وابوها وادتهم الغاز وقالت لهم هتحتاجوا تنسخوا التركيبه دي، وبعدها البنات نزلت في طياره وقالوا ليلينا احنا عمرنا ما هنسيبك وتعالي اركبي معانا، والشرطه يعني كالعاده وصلت متاخر طبيعي، وناتاشا راحت لصاحبها الساحر وقالت له ها جبت لي ايه المره دي، لكن كانت اطلالتها مختلفه يا جدعان، هي بطل في كل الحالات بتاعتها بصراحه، وطلع جايب لها طياره تليق باللوك الجديد، وسالها هتروحي فين، فقالت له هروح اهرب الافنجرز من السجن، وركبت طيارتها ومشيت.